ازاي تحول الارباح بتاعتك من على فايفر للبنك المحلي بتاعك. البنك المحلي ده ممكن يبقى البنك الاهلي، بنك مصر، CIB، ايا كان البنك المحلي. الطريقة دي بتتعمل عن طريق وسيط. الوسيط ده يبقى بنكين، اول حاجة بايونير، تاني حاجة بيبال. بنوك إلكترونية هي بتبقى الوسيط ما بين فايفر والبنك المحلي بتاعك. تعال نخش على الطريقة على طول. طيب ده الأكاونت اللي أنا عملته جديد. ده مش الأكاونت بتاعي، ده أكاونت جديد علشان يعدي بنفس التجربة اللي انت هتعديها وانت بتربط حسابك بتاع فايفر على البنك المحلي. أول حاجة بتيجي هنا عند بيزنس، بعد كده بتخش عند ايرنينج، بعد كده هتيجي هنا، بعد كده هنا بيبدأ يقولك طرق الربط بتاعتك، سواء بايونير او بنك ترانسفير. اخر واحدة دي اللي هي بيبال، بس انت هنا لازم تبعت رسالة على التليفون بتاعك. طيب لو انت ما سجلتش التليفون بتاعك هتيجي هنا، هنا كده، وهتيجي هنا، وبعد كده هتيجي هنا، هنا في الجزء ده كده. الجزء ده هو ربط التليفون بتاعك بفايفر. ماشي، العملية دي لازم انت تكون عاملها قبل ما تبدأ تحويل. هو مش هيرضى انك انت تحول الا لما تعملها لو انت لسه عامل حساب جديد. لو انت اصلا عاملها هو مش هيطلبها منك تاني. مش هنرجع تاني. بعد كده زي ما قلنا دي الطرق بتاعة التحويل. طيب هنا هتلاقيها لو انت لسه عامل الاكونت بتاعك، فانت مش هتعرف تربطها على طول. لازم يبقى ليك ارباح، او لازم يبقى اشتغلت شغلانة واحدة على الاقل علشان تبدأ تربط حسابك في فايفر بالحساب بتاع باي بال او بايونير. فانت لو لسه جديد فانت متشغلش بالك بالموضوع. لو انت اشتغلت وبدأ يبقى معاك ارباح وعايز تبدأ تعمل تحويل، فانت لو عايز تعمل تحويل هتلاقي هنا الجزء ده مفتوح لك، وهتبدأ تربط الحساب بتاع فايفر بباي بال او بايونير. تمام، لكن هنا انا عندي لسه مقفولة. فانا هحول على الحساب بتاعي دلوقتي او الاكونت بتاعي الرئيسي، علشان هتلاقيهم هناك مفتوحين. طيب ملحوظة برضه صغيرة، لو انت ما وصلتش ل50 دولار على اكونت فايفر فما تعملش تحويلات. اقل مبلغ ينفع تحوله من على بايونير هو 50 دولار. يعني انت لو حولت 30 مش هتعرف تحولها للبنك المحلي بتاعك في مصر. الفلوس هتفضل موجودة في بايونير، ولكن هو هياخد 3 دولار قيمة أو رسوم التحويل من فايفر لبايونير. ما تعملش كده. طب لو من على بايبال أقل من 50 دولار مش هيبقى فيها مشكلة وهتقدر تحولها، ولكن الفلوس هتتحول تلقائي في نهاية الشهر. يعني انت لو عايز تحفظ او ما تحولش الفلوس بتاعتك اللي بالدولار عشان انت متوقع مثلا ان هيبقى في تغيير في قيمة الصرف، ففي الحالة دي بايبال مش الطريقة الكويسة، لكن بايونير هو الطريقة الكويسة او الطريقة الأفضل في التحويل. خلينا هنا نخش على الحساب بتاعي. ده الحساب بتاعي، هتلاقيني ربطه ببايبال وربطه ببايونير. بنك ترانسفير ده اللي هو بايونير اهو. ماشي، اخر حاجة الكارت بتاع فايفر انا ما اشتغلتش بيه قبل كده، ومتهيألي هيبقى عليه رسوم اكتر من بايونير او بايبال. في انا افضل بكل صراحة بايونير. ليه بايونير؟ علشان هو بياخد فقط 2% رسوم على التحويل. تقدر تخلي الفلوس في الحساب اي وقت، ملهوش ليميت معين، عكس بيبال اللي يخليك تحول الفلوس على حسابك في البنك اجباري. علشان ده النظام على بايبال، هو ما بيخليش فيه فلوس، ولو خلى فيه فلوس فهو بياخد رسوم تقريبا 5 دولار او 7 دولار كل شهر. في يعني مش شايف ان هي فكرة كويسة انك انت تحول على بايبال. الافضل طبعا بالنسبة لي بايونير، وانا بايونير شغال عليه من 2017 تقريبا او 18، وما حصلش معاه اي مشكلة. في يعني ممكن تجرب الطريقتين، انا جربتهم ولقيت البايونير هي الافضل. طيب علشان تربط بقى الحساب بتاعك، طبعا انا ربطه خلاص، لكن انت عشان تربطه هتيجي هنا هتدوس على بيبال. طبعا انا عشان ربطه في يعني هو بيقول لي دلوقتي انت خلاص جاهز على التحويل، لكن في الحالة بتاعتك لو انت لسه مربطوش، لما تيجي تدوس هنا هيبدأ يطلب منك الاي دي وباسورد بتاع بايبال. فانت لو فاتح بايبال في تاب تانية، كل اللي عليك انك انت هتدوس هنا
وبعد كده هتدوس لينك ما بين فايفر وباي بال، وهو هيربط الاتنين مع بعض بشكل تلقائي. ممكن يطلب منك رسالة على الموبايل، تفعيل الرسالة على الموبايل، او ممكن يطلب منك رقم هيبعته على الميل بتاعك. بس بكل بساطة الموضوع مش هيبقى صعب. ونفس الكلام على بايونير، لما تيجي تخش هنا برضه هو بيقول لي انت جاهز على التحويل، اللي هو هيحول لي الفلوس على طول. ولكن لو انت مش رابطه او اول مره تربطه، فهيبدا يطلب منك الاي دي والباسورد بتاع بايونير. في فيديو تاني هنعمله هيتكلم بشرح تفصيلي ازاي تعمل اكونت على بايونير وعلى باي بال، وازاي تربطهم الاتنين مع بعض. بس هو ده الفيديو بتاع النهارده. لو في اي حاجه مش مفهومه او وقفت معاك وانت بتحول الفلوس قولي في الرسائل وانا هرد عليك. ولو الفيديو عجبك حاول تعمل له شير علشان اكبر قدر يستفيد منه، بالذات في الوقت اللي احنا فيه ده. لو في حد او في شخص انت شايف ان هو ممكن يستفيد من حاجه زي كده، والموضوع ده ممكن يغير حياته للافضل، في ليه انك انت ما تبعتلوش الفيديو او تشيره. اتمنى التوفيق للكل يعني. يلا، سلام.